الانيميشن اللي انت شايفه قدامك ده يبان معقد لكنه بسيط جدا. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل مورفنج انيميشن، ازاي نحرك من شكل لشكل بخطوات بسيطه جدا. مش بس هنتكلم عن الشكل ده، لكن هنفهمك الاساس اللي ممكن تعمل بيه اي حركه او اي مورفنج انت حابب تعمله على الافتر افكت. انا مش حابب نتكلم كتير وحابب ندخل في الموضوع على طول، فيلا بينا. انا احمد صقر، سينيور موشن ديزاينر، وانت بتشوف قناه موشن ويزارد. اول حاجه هنعملها ان احنا هنرسم ستار او نجمه بالشكل ده، وانا ملتزم بالنجمه دي لان هي دي النجمه اللي كانت موجوده بالظبط في الشعار او في التصميم اللي كان موجود اللي كنت شغال عليه. طيب ازاي اقدر ارسم نجمه بالشكل ده؟ خلينا ندوس على حرف الفي الاول ونجيب دي على جنب عشان خاطر نشوف من خلالها او تبقى ريفرنس او جايد لينا. بعد كده هدوس على حرف الطه من الكيبورد عشان خاطر ارسم الشكل بتاعي من المنتصف بالظبط. بعد كده ادوس على حرف الكيو لحد ما يجي لي من هنا شكل النجمه بالطريقه دي. بعد كده اسحب من هنا وارسم النجمه بتاعتي. لو النجمه بتاعتي اضلاعها كتير بالشكل ده، ببدا ان انا ازود اسهم عشان ازود اضلاع او اقلل اسهم عشان خاطر اقلل اضلاع. بس كل ده وانا لسه دايس على الماوس، لان بمجرد ما اشيل ايديا من على الماوس خلاص مش هقدر ان انا اتحكم. لو دوست سهم لفوق او سهم لتحت مش هينفع، فهحذف تاني الشكل بتاعي. فهدوس حرف الكيو من الكيبورد وبعد كده هبدا ارسم بالشكل ده معايا. طبعا لو الشكل طلع مختلف ما عنديش اي مشكله، لان احنا هنتعلم دلوقتي ازاي نعدل في القيم بتاعتنا. طبعا هو من شويه طلع حاجه ودلوقتي طلع ورده. كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا هدوس على السهم ده واختار البولي ستار بوث عشان خاطر هتطلع لي شويه خصائص. ابدا ان انا هنا ازود الانر راديوس بتاعي عشان خاطر الشكل يبقى لبره مش يبقى لجوه. بعد كده ابدا ان انا ازود برضو الاوتر راديوس بتاعي او اقلله عشان خاطر ابدا اوصل للنجمه بتاعتي. حتى انا ممكن اجي هنا ادوس على حرف الفي اجيب الشكل بتاعي كده، هديله بس لون مختلف بشكل مؤقت عشان اكون شايف، وبعد كده العب في الروتيشن بتاعه عشان خاطر يبقى مستقيم معايا. يعني لو خليته كده 45 درجه فبالتالي بقى مستقيم معايا. ولو قللت الانر راديوس بالشكل ده بعد كده الاوتر راديوس بالشكل ده، هبدا ان انا اقرب للشكل بتاعي. اقلل كمان هنا شويه. لما بقلل الانر راديوس بيمسك لي النقط الخارجيه دي ويبدا ان هو يدخلها لجوه بالشكل ده، ولما بقلل الاوتر راديوس بيبدا ان هو يلعب لي في الحدود اللي هي موجوده هنا، واقعد العب ما بين القيمتين لحد ما اوصل للشكل بتاعي بالظبط. ازود دي كده شويه واقلل دي كده شويه لحد ما اوصل للشكل بتاعي، وهفترض ان انا كده تقريبا وصلت له. خلاص انا كده ما بقتش عاوز الشكل اللي تحت ده، مش محتاجه دلوقتي، وهجيب الشكل بتاعي ده يبقى في النص. هدوس هنا على موشن تول واخلي الانكر بوينت في النص، واجي هنا هعمل الاين في النص قبل ما احط اي كي فريم عندي. بعد كده هاجي في اخر الحركه عندي بالشكل ده وهبدا ان انا احط كي فريمات في كل حاجه موجوده عندي ممكن تتحكم في الحركه، زي الانر راديوس والاوتر راديوس والانر راوندنس والاوتر راوندنس. هنعرف دلوقتي ليه. اولا احنا بنعمل كده لان دي النجمه النهائيه اللي عندي، وبما ان دي النجمه النهائيه او ده الشكل النهائي فمحتاج اثبت الحركه بتاعتي، ومحتاج كمان ان انا احط الت شيفت بي والت شيفت اس عشان خاطر احط كي فريمات في السكيل وفي البوزيشن. لو دوست حرف اليو هيجيب لي فقط الحاجات اللي فيها كي فريمات، وده اللي انا عاوزه معايا. طيب لو جينا هنا عند 20 فريم وبعد كده بدانا نلعب في قيم معينه، هنلاقي دلوقتي الحركه اللي احنا كنا مستصعبينها بتظبط معانا بشكل بسيط جدا. اول حاجه خلينا نشيل اللون الاحمر ده عشان نرجع للون الاصلي بتاعنا. بعد كده نبدا نلعب في القيم دي. طب لو انا عاوز احول الشكل بتاعي ده لدايره اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه لو انا خليت الانر راديوس والاوتر راديوس بنفس القيمه الشكل بتاعي هيتحول لدايره. يعني دلوقتي دي 114، لو خليت دي كمان 114 بالشكل ده فالشكل بتاعي تقريبا اتحول لدايره. ولو بدات العب في القيمه بتاعه الاوتر راوندنس في الشكل كده بالطريقه دي هيبدا يتحول لدايره بالظبط. لو خليت ده كمان تقريبا نفس القيمه او نفس الرقم 114 فدلوقتي الشكل بتاعي بقى دايره بالظبط. دلوقتي لو جيت اشغل بالشكل ده هلاقي الانيميشن بتاعي بيتحول بالطريقه دي. عشان خاطر بقى اظبط الحركه الكويسه اللي انا كنت عاملها، لو جيت هنا وحطيت كي فريمات في البوزيشن وفي السكيل وكبرتهم شويه بالشكل ده، بعد كده جيت في الاول خليت البوزيشن نازل تحت خالص كده وخليت السكيل يبقى صغير بحيث الشكل يكون كانه صغير شويتين، اكبره او اطلعه فوق شويه. بعد كده هاجي عند المكان ده واطلع الدايره شويه واكبر السكيل بتاعها شويه. بعد كده هعلم على الكي فريمات بتاعتي كلها بالشكل ده وادوس اف 9 اشغل واشوف، الاقي الدايره بتاعتي بتطلع بالشكل ده. بعد كده بتبدا تتحرك. ممكن اضيف حركه كمان هتخلي الشكل احسن، ان انا اجي هنا عند الفريم رقم 20 واحط كي فريم في روتيشن واعمل كده. بعد كده اجي عند الاخر واحط 180 بحيث ان هو يلف 180 درجه واعمل اف 9
واشغل تاني كده واشوف الحركه بتاعتي عامله ازاي، هلاقي الحركه اللي انا كنت عاملها بالظبط حصلت معايا. طبعا محتاجين ان احنا نظبط الايزنج شويه، محتاجين ان احنا على سبيل المثال نعلم على دول كده، بعد كده نخلي الجراف في الاول يبقى مشدود بس شويه هنا بحيث ان الحركه تبقى اسرع. محتاجين برضو ان الجراف يجي عند المكان ده ويبدا ان هو يتشد كده شويه. طيب انا عملت كده ليه؟ عملت كده عشان يبقى الحته اللي كانت سريعه شويه تبدا الحركه فيها تهدى سنه، فتديني حته انتسيبيشن وتديني حته ايزنج ونعومه زي الحاجات اللي كنا اتكلمنا عنهم في فيديوهات قبل كده، في فيديوهات كتير يعني، سواء في قواعد الانيميشن او قواعد الموشن وفيديوهات تانية كتير. فلما اجي اشوف الحركه بتاعتي هلاقيها بدات تتحرك معايا بالشكل الجميل ده. ممكن ازود التايم لاين بتاعي شويه، بعد كده اخليه مثلا عند يعني هنا 20 فريم زياده، وبعد كده اجي هنا اروح مكبر اللاير بتاعتي شويه او اطولها شويه، بعد كده اخلي الروتيشن متحرك شويه عن بقيه الحاجات عشان خاطر يعمل اوفرلابنج، وده برده من قواعد الانيميشن اللي كنا قلنا عليها. فلما اشغل واشوف كده الاقي الحركه خلصت وهو لسه بيلف معايا. لما اجي اعلم عليهم كلهم كده واشغل الاقي ان الايزنج هيبقى مختلف لان انا ما علمتش عليهم كلهم في نفس الوقت وانا بعمل الايزنج. فكل اللي انا هعمله هعلم على ده كده وادوس هنا كوبي ايز، كنا شرحنا السكريبت ده اكتر من مره، بعد كده اعلم على دول كلهم، بعد كده هعمل ايز، فلما اشغل هلاقي الحركه متناغمه وبتلف كلها مع بعض بشكل لطيف ولذيذ. كل شيب من الشيبس اللي موجوده هنا ليها خصائص معينه، وكل لما اجي العب في الخصائص بتاعتها كل ما اقدر اطلع عدد لا نهائي من الاشكال، خاصه لو ضفت لها حاجه زي الموديفايرز او الاوبريتورز اللي عملنا لها قائمه كامله. لما بنيجي هنا نحط اوفست باس او باكر اند بلوت او ريبيتر، اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل الممل في كذا فيديو، وهو مش ممل، هو مفيد جدا جدا جدا، وان شاء الله ينفعكم في الشغل بتاعكم، ينفعكم في المورفنج، ينفعكم في الشيبس، ينفعكم وانتوا بتعملوا اي انيميشن. اتمنى ان الفيديو ده كان مفيد ليكم. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش الدعم واللايك، الحاجات دي بتفرق معانا. لو في حاجه محتاجين نقدمها او نتكلم عليها اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. اشوفكم في فيديو جديد، سلام يا اصدقائي.